حكاية قديس وشهيد، عارفين مين هو سمعان الشيخ؟ هو واحد من ال70 شيخ اللي ترجموا كتاب التوراة من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية، وده كان بأمر من الملك بطليموس الثاني لما أصدر أمر إنه عايز يترجم كتاب التوراة علشان خاطر إن مصر كانت في الوقت ده بتعرف اللغة اليونانية. ولما كانوا بيترجموا في كتاب التوراة وجه سمعان الشيخ عند الآية اللي بتقول في أشعياء 7:14 إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، دخل الشك قلبه وقال ازاي انه عذراء تلد. فكر ساعتها ان هو يعدي الآية علشان لو كتبها ان الملك هيستهزأ بيه ويضحك عليه ان ازاي العذراء تلد، فمش هكتبها. وفي الوقت ده رأى رؤية وسمع صوت بيقول له يا سمعان انت مش هتموت غير لما ترى المسيح وتحمله على ذراعيه. وبعديها قعد حوالي اكتر من 300 سنة لما اتولد السيد المسيح وحمل السيد المسيح على ذراعيه لما دخلت بيه العذراء الهيكل، وعينيه اتفتحت بعد كده وقال يا سيدي اطلق عبدك بسلام لا حسب قولك لان عيني قد ابصرت خلاصك. ودي كان في لوقا 2:29-30. وبركة ام النور العذراء مريم تكون معنا، ولربنا المجد الدائم الى الابد امين.